الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صراحة ما كاينش وقت للراحة نهائيا، لأن الماتشات متقاربين ويعني الطرق ديال اللعب تختلف من مباراة لمباراة، فلذلك حنا مباشرة من بعد التأهيل ديالنا استمرينا في التدريب تحسبا للمباراة المقبلة إن شاء الله ضد ليبيا. هذا أمر عادي أنه مع تسلسل المباريات اللاعبين تلقاو يعني واحد الأريحية في اللعب، تيتأقلموا مع القاعة، حتى القاعة عاد بدات تتأدابطا او نيفو دو جو مع الجمهور. كاين ما يسمى برهبة البدايات، يعني تحيدات شوية إضافة لظروف المباريات. فإلى مثلا قصتي مثلا المنتخب المصري في المباراة الثالثة أنه ما ظهرش بمستوى كبير لانه كان مؤهل، يعني ما كان واخا كاع في حاله الانهزام كان مؤهل، يعني ما كانش لعب على 100%، باختلاف المباراه ديالنا حنا كان خاصنا نربحوا باش نتاهلوا. وداكشي اللي شفنا في الشوط الثاني من يحس بالخطوره هم ايزون اكسيليري وجابوا الماتش. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الليبي، انه ما كانش عارف النتيجه ديال الماتش موريتانيا، من يعرفوها بينوا الوجه الحقيقي ديالهم في الشوط الثاني. فلذلك تنظن المباريات كيختلفوا على حسب لوبجيكتيف اللي باغيين توصل ليه، والحمد لله ملي كنحسوا براسنا اننا غادي نتحسنوا في المباريات هذا مؤشر ايجابي لما هو اتي ان شاء الله. اولا انا هذا الكلام لا اصدقه. كاين فرق ما بين صعب ومستحيل، مادام تيقولوا من الصعب فماشي مستحيل ان فرقات تفوز علينا. كاين ما يسمى بظروف المباراه، كنعرفوش ظروف المباراه كيفاش غتكون. كاين ربما لي جوور ديالنا ما يكونوش في القمه الجاهزيه ديالهم، كاين التحكيم، كاين الكره ما تبغيش تدخل، كاين بزاف ديال الحوايج، كاين البطائق. فلذلك خصنا باش نكونوا مزيانين خصنا نتهيئوا لكل ما هو ممكن يقدر يوقع. ثانيا هذه مساله تيقولوها المدربين باش تيحيد الضغط عليه. فوالا انا راه هذاك مرشح، انا راه غادي نجي، الهدف ديالي هو لا كوب دو موند. المباراه فيها 2 فوا 20 يقدروا يفاجئوك، وهذه هي المساله اللي تنخدموا عليها باش نكونوا في وضعيه ديال فافوري. كيفاش نتعاملوا مع هذه النوعيه المباراه. الا مثلا خدينا واحد الاريحيه وبدينا نقولوا راه حنا المرشحين، ربما يوقع مشكل، وراه وقعوا لنا مشاكل غير في الماتشات الاولين. فهذا العامل مهم بزاف باش اللاعبين يحافظوا على التركيز ديالهم، وحنا نحترم الخصوم بواحد الشكل كبير. ليبيا تبارك الله راه سبقاتنا فاش خدات كوب دافريك، مصر راه سبقاتنا، يعني راه حنا الفوتسال حنا هما اخر ما نتوج بكاس افريقيا. فلذلك نحترمهم، كان غادي ناخذوا المباراه بجديه اللازمه باش ما تكون حتى شي مفاجاه ان شاء الله. فأنت شرتي لها أنهم هما يمكن لهم يعرفونا، وحنا تتوقع لنا أن اللاعبين ملي تيكونوا حافظين اللاعبين ديالك وتيخافوا منهم تيبانوا لهم محترفين، يقدر التركيز ديالو ما تيهبطش نهائيا، تتكون استماتة. دفاع المنطقة هو مشكل في جميع الرياضات. ملي تتحس بأن الخصم راه قدامك قوي، فلذلك تتركن للدفاع وتتمشي في الهجومات المضادة. أنا رغم أن هنا في ندوة صحفية لن أغير طريقة اللعب، سنهاجم بشكل كبير، رغم أنه كان احنا معرضين لبعض الهجمات المضادة، لكن الجو العام ديال المباراة نبغيه يكون في اتجاه الفريق الخصم إن شاء الله. اللي تغير هو صراحة هو احنا المنتخب المغربي تغير بزاف لدرجه انه تعرف، يعني هذا من العيون لهذا لعبنا بزاف ديال المباريات الدوليه وتقريبا حافظنا على نفس التشكيله اللي خلات واحد السهوله في قراءه الخصم. يعني هاد المنتخبات اللي هما دائما رائدين انغولا وليبيا ومصر، ولكن عندهم واحد الرصيد معرفي علينا ولا كبير بزاف، لان حنا خرجنا من ديك المنافسه الافريقيه ومشينا للمنافسه الدوليه، وهذا شكل لنا واحد شويه العائق اللي تيخلينا نجتهدوا ونبحثوا على طرق جديده باش نقاومهم. ولكن لنعترف ان المنتخبات بثلاثه بهم تحسنوا بزاف، خصوصا المنتخب الانغولي هو اللي صراحه تبدلات بزاف. دونك بالنسبه لي المستوى الدولي والعالمي هو اللي خدامين عليه الصراحه هذه مده،
من بعد الكوب دي موند سورتو حنا الثامنين عالميا في واحد التصنيف اللي هو ماشي زعما ماشي فيفا، ولكن تصنيف اللي ملم يعني باللعبه. ف خصنا نزيدو نجتهدوا، لانه باش تتحدث على المستوى العالمي كتحدث على المنظومه ككل، من لي كلوب، البطوله، القاعات. وهذا هو المشروع اللي خدام عليه لا فيدراسيون باش نوصلوا لهذا المستوى. لكن حاليا احنا لازلنا ننافس على المستوى القاري، وقبل ما نتكلموا على كأس العالم بعدا نشدوا هذيك لا بلاص ان شاء الله. لكن الطموح مشروع اننا واحد الوقت نكونوا ننافسوا على المستوى العالمي ان شاء الله. بالنسبه قلتي للدور ديالي في هذا المنتخب، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، بحكم ان المنتخب عندنا كيف العائله، يعني فيما تيكونوا شي جوج دراري ولا ثلاثه تيكونوا ديجا تانتيغراو في لي دو بروميير سيونس دونطرينمون ولا هذا. يعني الحمد لله ما كاينش الصعوبه ديال ان شي واحد يجي يلقى صعوبات في اللعب ولا هذه. يعني الحمد لله حنا كنا عائله. الى انا كاين مثلا ثلاثه دراري مع 4 دراري لعبوا 3 كوب دافريك 3 كوب دافريك، يعني القضيه سهله في انك تانتيغري شي واحد باقي جديد. والحمد لله هذه هي القوه ديال هذا المنتخب، هذه اننا ما كاينش شي واحد جديد ولا واحد قديم، كلشي على حساب البيرفورمانس ديالو في التيران. وهذا الحمد لله هذه هي النقطه الايجابيه في هذا المنتخب. وقت الراحه حنا في كومبيتيسيون دابا، ان شاء الله نرتاحوا ان شاء الله نهار 3 نديو اللقب ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان المباراه تكون صعيبه. هذا المنتخب الليبي اللي تيعرفنا من شحال هذه، دونك ما كانش عندنا احنا الوقت اننا نرتاحوا، خصنا نوجدوا، خصوصا كما قلتي هذه مباراه مؤهله لكاس العالم، وان شاء الله ما يكون على خير ان شاء الله. كنبغيو نفيقوا لك شي واحد زعما ما نسى شي تعليمات من التعليمات اللي قال سي هشام ولا شي حاجه، ولا شي واحد انه دخل في الحماس مع الجمهور، بحكم ان الجمهور كيحضر بكثافه، كتحاول انك تذكره، يعني تقول له ها شنو اللي طلب منا، شنو خصنا نديرو، شنو ندير. يعني كيبقى زعما داك التركيز. خص شي واحد الا بغى يخرج من الجروب ولا شي واحد نسى شي تعليمات ولا شي حاجه كتحاول تفكره، باش كما تعرف السفينه عندها قائد واحد. يعني باش نمشيو مزيان خص بربعه، خصنا نكونوا مركزين بزاف.